لو فاكريني هتكلم فني او اقول الخطة والتشكيل والكلام ده، لا انسوا. قلنا كتير واتكلمنا كتير عن الاخطاء وازاي نصلحها. استفدنا ايه؟ ولا حاجة. ولو فاكريني هتكلم عن رئيس النادي وقد ايه خرب النادي ووصلنا لمرحلة خطيرة جدا، برضو انسوا. قلنا كتير واتكلمنا كتير ومفيش حاجة للأسف بتتصلح. البرنامج ده اسمه مشجع زملكاوي، يعني أنا وإنت وإنتي وكل حد زملكاوي مننا. النهاردة هتكلم عن الزمالك وبس. الزمالك ككيان، الزمالك كوطن بنعشقه وبنحبه وبنقدره احنا بس. ولو الزمالك ليه أبناء فعلا فهيكون احنا بس. مقولة ابن النادي على أي لاعب دي ملهاش أي أساس من الصحة. احنا ولاد النادي الشرعيين، احنا ملاك النادي، مفيش غيرنا. احنا اللي بنزعل وبنبكي وبنفرح من جوه قلوبنا بجد. محدش غيرنا احنا بيحس. ده شعور كل واحد فينا دلوقتي وكمية الزعل والغضب اللي جوانا واحنا بنشوف الزمالك ومش قادرين نساعده. شعور صعب جدا، لكن معاه مكملين. خلاص حاجة اتكتبت زيها زي اسمك. انت ايه؟ انا زملكاوي عاشق تراب النادي اللي اتربيت على حبه وعشقه وما عنديش اختيار تاني، حتى لو اختيار ده هيكلفني اي شيء غالي. اعتقد مفيش اغلى من اني زملكاوي. الحمد لله على نعمة الزمالك. لكل عاشق وطن ولكل طير مرساه، لكل شمس شروق بعد الغروب تحيا، لكل قلب حبيب مكتوب عليه الآن. بحب الزمالك. والاخطاء المتكرره وغياب الروح. نادي الزمالك مش فان الله، نادي الزمالك طول عمره لعيبه ونجوم. نادي الزمالك عمره ما كان فان الله. خطأ كبير في ان شاء الله احنا مع الزمالك لاخر ثانيه. من الاخر اللعيبه دي اخرها تمشي زي مسؤول نادي الزمالك، ما تلعبش في نادي الزمالك. كلمه واحده لمرتضى منصور، رجع لنا لعيبه النادي، ابناء النادي، وشيل الموظفين اللي انت جايبهم ولا انت بتقبضهم كل شهر. احنا عايزين ابناء النادي تلعب عشان تجيب لنا بطولات. يعني مصير يجمع ما بين اتنين، واجمل الاحلام لو حلم بين قلبين. ايدي في ايديكي خلاص ما يهمنا. عايزين نشيل شويه اللعيبه الموظفين عندنا اللي دماغهم كلها بالاحتراف وبالفلوس وبس. مفيش في دماغهم روح ولا نادي ولا كيان ولا اي حاجه. دقايق واخر 10 دقايق لعيبه موظفين، مفيش غير علي جبر ومعروف يوسف واحمد الشناوي في الملعب. الباقي كله لعيبه ما بتعترضش على الحكم. كل شمس الشروق بعد الغروب تحيا، ولكل قلب حبيب مكتوب عليه الآن. مدرب اكبر خطا عمله حفني طلع حفني ما كانش يطلع. حرام. بص عايز اللعيبه تحس بينا، بس تحس بينا اللي يحصل. هم وعدونا هيوصلوا. حرام كده ليه؟ يعني كل سنه لا دوري ولا كاس. عارف انا لو بلعب ببلاش لا ما باخدش جنيه وبحب نادي الزمالك هيبقى عنده دم احسن من اللعيبه. احمد توفيق بيعمل ايه في الملعب؟ احمد توفيق جت انا ما نستاهلش كده من اللعيبه. الناس قد ايه مروحه زعلانه والجماهير واللعيبه مروحه بيوتها ولا تدخل. يعني بنقول هارد
الزمالك ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن.